اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ايه رايكم في الحاجه دي؟ الطبق ده يلا بينا. هنا حطينا ميه على النار، يعني مقدار كوبايه كوبايه ونص، مش اكتر من كده. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنعمل البلوبيف البيتي. نهرب بقى من المصنعات ونعمل حاجه في البيت. معنا بصلايه وفصين توم وخمس ورقات لوري، وهنا حته من الدوش. والورق اللوري احنا يعني مدينه كده شطفه تحت الميه عشان نحطه، هو نتأكد ان هو نضيف معلهوش اي اتربة ولا حاجة. معايا هنا مقدار نص كيلو لحمة، ملح وفلفل، هنا حبهان مطحون، وبهارات لحمة، وجوز الطيب. تمام. هنا بحطه على النار لحد ما اللحمة تستوي وتغير اللون منها فيها. والكوباية المية دي طبعا انا مش بكتر مية عشان انا محتاجة ان انا استخدمها بعد كده. هنا ده مرقة خضار انا عاملاه هنا في البيت، وهعمل لكم حلقة عن مرقة الدجاج برضو بعمله في البيت. عاملاه مكعبات وحطاه في علبة او تلفيها في ورق فويل. جميلة جدا وحاجة في البيت انت ضمناها من غير اي حاجة ولا مكسبات طعم ولا مواد حافظة. هنا طبعا الحاجة في البيت بتبقى ليها طعم تاني غير طبعا اللي بره. انا مش هقولك انها تبقى 100%، بس بتبقى قريبة الى حد ما. وعلى الاقل انت ضامنة الحاجة دي في البيت وجايبة كل حاجة على ايديكي. تمام. لايك وشير حبايبي يلا. تمام، شجعوني باللايك انا معاكم. تمام. هنا بغطي طبعا عليها على المقدار اللي انا عاملاه. اعملي الاول كده في ربع كيلو، في نص كيلو، على قد شوفي الدنيا تبقى معاكي عامله ايه وعشان تجربي. بديها طبعا غلوتين عشان اتاكد ان اللحمه المفرومه استوت، ونزلت العصاره منها فيها. طبعا انا مش هسيب العصاره دي، هستخدمها معايا عشان دي اللي فيها البهاريز بتاعت الحاجه والطعم والبهارات وكل حاجه. هنا معايا معلقتين جيلاتين. وهنا عايزه اقول لكم نقطه يا جماعه، الجيلاتين تاكدوا منه تماما، لان في نوع بيتفاعل معاكي وبيخلي الحاجه تتماسك، وفي نوع لا. فانتي لو انتي بتستخدمي نوع ما تغيرهوش، كملي معاه. هنا المعلقتين حطيت عليهم معلقتين ميه، ويا دوب ان انا ميه عاديه من الحنفيه عادي جدا، مش ميه سخنه. اتاكدوا بس من النوع الجيلاتين بتاعكم. هنا طبعا انا بطلع الورق اللوري اللي انا حطيته، انا عارفة كام ورقة، فبطلعهم عشان ابتدي اطحن الحاجة دي. برضو في نقطة عايزة اقول لكم عليها، انت عايزة تحسي بطعم اللحمة، يعني مش عايزاها تنطحن قوي، خليكي في الكبة يعني عشان تحسي بالقطعة تحت وانت بتاكليها. لو انت عايزاها ناعمة جدا، انت هتضربيها في الخلاط، لان شفشق الخلاط بينعم الحاجة جدا، بيخليها بوريه، بيخليها ناعمة جدا. تمام. طبعا الحاجة دي لازم بعد ما تعمليها انتي البلوبيف ده بتبيتيه طبعا في التلاجة عشان يتماسك وتاخدي منه نتيجة كويسة. تمام. هنا خلاص انا كده يعني ببقى عارفة طبعا، بدور على اخر ورقية عشان اقدر ان انا اكمل الضرب بتاعي. تمام. من غير ورق لوري، لان هو لو مطحون تمام، يعني ممكن تطحني شوية ورق لوري وتحطيه مطحون، بالتالي مش هتبداي بقى تدوري ولا تتعبي نفسك ولا الكلام ده. طبعا هنا انا هحط طبعا دلوقتي الجيلاتين عليه، وهديله هنا في الكبة، وحطيت لون نقطتين لون غذائي جل احمر. حطيت هنا نقطتين، ما تكتريش في الاول لحد ما تشوفي الدنيا عامله معاكي ايه. لقيتيه محتاج لون، لان هو بيدخل التلاجة ويبات اللون، الدرجه بتاعته بتنزل درجه شويه، ما بيبقاش بنفس الحمار اللي انت عاملاه في الكبة حاليا دلوقتي. لقيته طبعا اللون محتاج نقطة، فحطيت له نقطة تانية، نقطة جل تاني معاهم، وضربتهم تاني. طبعا انا هنا بدوق طبعا الحدق واشوف الدنيا ايه. تمام شغال. هنا حطيت نقطة برضو من اللون الاحمر الجل، بحيث ان انا اديله ضربة كمان. تمام. وبعد كده انا ببقى مجهزة العبوات بتاعتي ودهناها بالزيت. ايا كان بقى انت عندك عبوات الاشكال اللي انت عايزاها، مربعة مدورة، مش فارق يعني. هنا عملت بولة كده صغيرة،
وهنا دهنت القالب بتاعي برضو التاني، دهنته عملته في الفرشة بالزيت عشان لما اجي اصبه ما يبقاش ايه متماسك او يلازق في قلب الجدران القالب. هنا طبعا خلصت الكمية بتاعتي وحطيتها في التلاجة، مش في الفريزر، انا حطيتها في التلاجة عادي جدا وغطيتها بالغطشان بتاعتها وحطيتها في التلاجة. هنا يا جماعة طعمه بصراحة جميل جدا. طبعا داخل علينا طبعا المدارس، المدارس قربت عايزة تعمليه، هعمل لكم برضو في حلقة تانية اعمل لكم اللانشون، ولو في اي حاجة انا معاكم. طبعا حبايبي وطنط اللي بتسألني على الخاص عايزة صينية بطاطس بالفراخ، انا عملتها. بصوا بقى، شفتوا الجمال؟ طلعته وحطيته في قلب الساندوتش، بصراحة تحفة، جميل جدا، وطعمه يعني طعمه لحمة، مش بقى مفروم معاه حاجات احنا مش عارفينها ومديله مكسبات طعم، لا، حاجة انت عاملاها في البيت وعارفة انت معيارك قد ايه. ما شاء الله حبايبي، يلا جربوا قولوا لي رأيكم ايه، ولايك وشير معاكم. تمام، هيعجبكم جدا ان شاء الله، لانها حاجة انت واثقة منها وعاملاها في البيت على ايدك. طعمه بصراحة جميل جدا، وحاسة بطعم اللحمة في بقي كده، والقطع بتاعته مش ناعم قوي، فحاسة بكل حاجة فيه وتتبيلته كل حاجة والنكهة بتاعته. يلا حبايبي، عايزين تعملوا عليه بيض طبعا جميل جدا، ووجبة غدا وسندوتشات وجميل جدا، غير بقى حيرة المدارس، وطبعا الولاد في اللانش بوكس بتاعهم بيبقى برضو يعني بيقضي برضو الغرض وبيمام معاكي، وانتي ضامنه الحاجه بتاعتك عامله ازاي، وبتاكلي ابنك او بنتك ايه. جميل، تحفه جدا، هايل هايل. الف هنا وشفا حبايبي على قلبكم. يلا مستنيه رايكم، تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات وعلى الخاص، انا معاكم، واي استفسار انا معاكم ان شاء الله. يلا حبايبي، طعمه مش عايزه اقول لكم، انا عماله اكل منه، جميل جدا وتحفه جدا، مع كوبايه شاي. مع السلامه.